اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمدك يا الله في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا رسول الله. أوصيكم وأوصي نفسي معكم بتقوى الله جل جلاله، وأترضى عن آل البيت والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ببسم الله نفتتح اليوم جامع خالد بن الوليد في بلدة كفرناها. هذا الجامع الذي يعرف تاريخه أكثر المصلين، قصفه النظام المجرم مرتين وتم ترميمه في المرتين، وأعدنا الصلاة والخطبة فيه. تذكرون جميعا كنا نصلي ونحن أذن مع الخطيب وأذن نصغي بها إلى صوت الطائرة. وكم اهتز الجامع بنا بأبوابه ونوافذه وكأن زلزالا حصل. ضربت الطائرة على الطريق فعلا. في وقتها قطعت يد شاب يصلي معنا. أيام عصيبة أليمة قضيناها مع هذا النظام المجرم البائد الهارب. أيها الأحبة، واليوم أكرمنا الله عز وجل بجمعية تكافل النمساوية. هذه الجمعية التي سارعت فور التحرير وبالتشاور والتعاون مع مديرية أوقاف حلب إلى إعادة ترميم هذا المسجد، مسجدكم الذي سرقت أبوابه ونوافذه. حتى الجوامع لم تخلص من النظام المجرم. حتى الجوامع سرقوا سجادها وسرقوا حديدها وسرقوا كل ما فيها. عدنا إلى جوامعنا كما بيوتنا خاوية على عروشها، لا باب ولا نافذة ولا كهرباء ولا ماء ولا أي شيء يذكر. أيها الأحبة، نحمد الله حمدا لا منتهى له على هذا النصر الذي أكرمنا الله عز وجل به. عدنا إلى بيوتنا معززين مكرمين مرفوعي الرؤوس. تصوروا لو أن الأمر عكسيا،
ما هي حالتنا؟ كيف نعيش مع أولئك الذين يتموا أطفالنا ورملوا نساءنا ونزحونا وهجرونا؟ نعم، نحن الأحرار لم نملك لغة العفو والمسامحة، فحكومتنا وقيادتنا الجديدة لم يأتونا من الفنادق لينظروا علينا، بل هم أبناء الرباط وأبناء الجهاد، هم منا ونحن منهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم لما فيه رضاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا العمل الطيب الترميم هو من عمارة المساجد التي حدثنا عنها القرآن الكريم، فقال جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الأحبة، عمارة المساجد هداية وإيمان، هداية وإيمان، وليست العمارة فقط في بناء الجدران. الترميم عمارة، التعليم في المسجد عمارة، صلاتكم في جماعة عمارة، كذلكم كل من يعمل خيرا في هذا المسجد هو عمارة له. فأنت أيها المعلم، أيها الطالب في هذا الجامع، وقد أنبأني من قام بهذا الترميم أنه ستكون هناك حلقات قرآن في هذا المسجد. هذا من عمارة المسجد التي حدثنا القرآن عنها بأنها من أصحاب الإيمان بالله ومن أصحاب الهداية. أيها الأحبة، في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عثمان بن عفان: من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله أو يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. إذن عمارة المساجد هي بشارة بأنك من أهل الجنة. أيها الأحبة، قلت لكم ليس فقط بناء الجدران عمارة، حتى من يقوم بتنظيف المسجد هو من عمار المساجد. حديث نقرأه في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة أن امرأة سوداء اسمها أم محجن، هذه المرأة كانت تقم المسجد أي تكنسه تنظفه. وذات يوم مرضت هذه المرأة وماتت في الليل، تفقدها رسول الله: أين أم محجن؟ ما لي لا أراها. قالوا: يا رسول الله، ماتت في الليل فكرهنا أن نوقظك فدفناها. قال: أفلا آذنتموني، أفلا أعلمتموني حتى أحضر جنازتها وأصلي عليها؟ قام النبي وقال: دلوني على قبرها. ويذهب النبي إلى قبرها ويصلي عليها. أي عمل عملته تلك المرأة السوداء التي إذا غابت لا تفتقد وإذا حضرت لا يؤبه لها. إنها كانت من عمار المساجد، كانت تكنس المسجد تنظفه، فأعطاها النبي هذا الوسام العظيم، وسام خدمة وعمارة بيت الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة،
حبذا تتقدموا إلى الأمام، هناك من هو واقف على رجليه. تقدموا إخواني. أيها الأحبة، لقد خطبت في هذا المسجد أكثر من 20 عاما، خطبت فيه أكثر من 20 عاما. كثير من الوجوه فقدناها، أمكنتها ما زالت في عقلي وفكري وذهني، رحلت إلى الآخرة. هناك شهداء، هناك من فقدنا من بين الأحبة الذين كنا نراهم كل أسبوع، ورحم الله تلك الأيام، تذكرونها جميعا. كان المسجد والبرندة وساحة الجامع حتى فوق المحلات مصلى تمتلئ بالناس، لأن الجامع على الطريق العام، تقف السيارات فتصلي الجمعة، حتى أنه في بعض الجمع يصلي الناس في الشارع. أيها الأحبة، إن شاء الله سيعود لمساجدنا ألقها، سيعود إليها نورها، سيعود إليها عزها. الحمد لله، حمدا لا يعد ولا يحصى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيها الأحبة، بعد الخطبة يوجد حفل كريم تقوم بها جمعية تكافل النمساوية بمناسبة افتتاح هذا المسجد، فشكرا لهم وشكرا لمديرية أوقافنا وشكرا لكم أيها المصلون، أيها الحضور الكريم. نسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وببلادكم وقراكم ومساجدكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله جل جلاله، وأترضى عن آل البيت والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك بها رضا إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.